الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعد أوقاتكم يا أغلى متابعات. أهلا فيكم بفيديو جديد مليان طاقة وإيجابية. اليوم قررت أبدأ معكم ثورة تغيير بغرفة البنات، مش بس تنظيف، يعني أكيد هو تجديد لروح البيت. رح نشوف مع بعض كيف نظفنا المكيف وكيف قلبنا الخزانة من شتوي لصيفي، والأهم من هيك كيف تخلصنا من طاقة التكديس اللي بتثقل البيت. خليكم معي لنشوف كيف صار شكل الغرفة بلمسات بسيطة، ونحكي شوي من القلب عن موضوع شاغل بالنا جميعا اللي هو موضوع الرزق. طبعا زي ما انتن شايفات فكينا قطع المكيف اللي هي الفراش الداخلية والأجزاء الداخلية كلها. شوفي كمية الغبرة، على تحسيها مثل العفونة كمان موجودة بالداخل. طبعا انتي ما بتشوفيها من برا، احنا بننظف من برا وبنلمع، بس ما بنعرف شو في هاي الاشياء اللي كلياتها جوا. طبعا يا غليات التعزيل الثقيل هاد وتنظيف المكيف من جوا ما كان رح يخلص لحالي وبسرعة. طبعا وانا كمان ما بفهم بهاي الشغلات اني افكفك المكيف من جوا، فانتي بحاجة انه حدا يساعدك. انا هون جوزي كان هو اللي يفك القطع وساعدني، وإن شاء الله يا رب الله يعطيه العافية ويطول بعمره ويخلي لي إياه. يعني هو اللي تولى تنظيف المكيف بالكامل، وأنا كنت بساعده على الخفيف. حتى هو كمان شال عني الأشياء الثقيلة اللي بالغرفة مثل التخوتة زاحها، شال الفرشات تاعت التخوت. بتعرفوا إنه الفرشات كثير بتكون ثقيلة. فالحمد لله رب العالمين، يعني الزوج الحنون والسند في هاي الدنيا هو رزق كبير من رب العالمين. وربنا لما وصف العلاقة الزوجية شو حكى؟ وجعلنا بينكم مودة ورحمة. والمودة والرحمة أكيد بتبين بهاي المواقف البسيطة. لما الزوج يشوف مرته تعبانة ما يتركها لحالها ويمد إيده ويساعدها لحتى يخفف عنها. فالله يرضى عليه يا رب ويسعد قلبه مثل ما بيسعدني، ويحميه لأولادي وبناتي ويطول بعمره ويرزقه من حيث لا يحتسب. ويا رب يخلي كل واحدة إلها زوجها، واللي ما زوجت يرزقها بالزوج الصالح، واللي زوجها متوفي يا رب يجعل سندها ويجعل عوضها إن شاء الله بولادها وبخير الدنيا وبرزق الدنيا يا الله. وهيك تقريبا يا خواتي بعد ما خلصت طبعا نزلت الأوساخ كلها على الحيط، فليفت الحيط وكمان كبينا مي على المكيف من الداخل، ونظفت الأجزاء الداخلية كلياتها زي ما انتن شايفات، يعني رجعت تلمع لمع كأنها جديدة. ورجعنا ركبناها ورح تشوفوا كيف كان الشكل النهائي. طبعا أكيد هذا الإشي ضروري إنك تنظفي المكيف ويكون في حدا بيساعدك بتنظيفه، لأنه الهواء هذا يا خواتي اللي بيطلع من المكيف مضر لصحتنا. إذا ظل على هاي كمية الأوساخ اللي شفتوها مضر لصحتنا. حتى إذا بتشمي أي ريحة مش كويسة كمان اعرفي وتأكدي إنه المكيف من الداخل مليان بالأوساخ. وهاي الفلاتر يعني هي بسهولة بتقدري أنت تطلعيها، بس بتفتحي الجزء هذا الخارجي من المكيف الغطاء وبتطلعي الفلاتر. لو ما قدرتي تنظفي من جوا على الأقل الفلاتر تغسليها بمي وتعقميها بديتول ترشي عليها وترجعيها لمكانها. هيك أنا ليفت الحيط وشطفت الأرض ورجعنا المكتب لمكانه والبيرو، وعملنا صيانات خفيفة هيك بالغرفة. بعد ما خلصنا ترتيب المكيف ارتحنا شوي، وبعدين دخلت على الأولاد. إيش بترتبوا يا ماما؟ ألعاب. شو بالنسبة للأواعي اللي هناك؟ إيش هاي الأواعي؟ طبعا هون شاهين ما عرف شو يجاوبني ولا عرف شو يحكي لي. المهم يا خواتي راح أشيل لهم هاي الديباجات الشتوية وراح أحط لهم الصيفي إن شاء الله، لأنه بتعرفوا الجو هذا بلش يحمى شوي، صار وقت إن أنزل لهم كفرات التخوت الصيفية.
وكمان يا أخواتي صار وقت كمان أنزل الصيفي وأطلع الأواعي الشتوية. طبعا هاي الأواعي الشتوية أنا دايما هيك بعلق لهم القطع الطويلة، لأنه والله ما بلحق عليهن، ودايما مركزة وراها البنات ورا خزانتهن. ليش؟ لحتى دايما على طول تضلها مصفطة لو بإشي بسيط. طبعا هيك بسهل علي إنه أنا الصبح لما يطلعوا على المدرسة أو أي مشاوير إني أطلع لهن بسرعة وأختار لهن شو بدهن يلبسن بسرعة. فيعني ترتيب مش ولا بد، ولكن أكيد ما في إشي مثالي. طبعا اللي بدها تكون عندها أطفال ما رح يكون بيتها زي ما بدها، لأنه ما رح تلحق. فالحمد لله. خواتي رح أنزل هاي الأواعي الصيفية من فوق، أنا حاطهم بالطابق الثاني، ورح أشيل كل هاي الأواعي الشتوية الموجودة. مين رح يساعدني؟ رح تساعديني؟ بس بتمنى منك شغلة واحدة يا ماما، تحافظي على خزانتك مثل ما أصبتها تضل. متأكدة؟ إن شاء الله إن شاء الله. الله يهديكم يا أولادي يا حلوين. يلا يا ماما بلشي، يلا. بدي هذا كله نطلعه ونجيب اللي فوق أوعيكم الصيفية. شو نعمل؟ نحطهم هون بالخزانة، صح؟ بدك تقيمي بس تخليه مصفط، ما تقيمي حيالله، تحطي لي إياه كله هون على التخت هذا هون، ماشي؟ يلا 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 يا حلوة. حلو طبعا يا خواتي انك تخلي الاطفال اللي بالبيت يساعدوكي بالشغل، يعني بتعلميهم على المسؤولية وبتعلميهم على النظافة. إلين إنها تشد الهمة. أيوة شطورة يا إلين، شطورة. شايفة اللي بتساعد الماما؟ شطورة. لا هدول الجنزات ما رح نخليهم، رح نعيد تصفيتهم بس. هدول الجنزات عادي يا ماما، صيفي شتوي. هاي شاهين كمان. شو ميسي؟ شو بيعمل ميسي؟ ترتب. ميسي على خزانتك رح ترتب، صح؟ خزانتك. أيوة على خزانتك. خليها يا ماما خزانتك، بس نخلص الخزانة هاي تمام، لأنه ما بنقدر نفتح الخزانتين. وهون الفساتين. طبعا أنا بحب التعليق، بحسه ماشي ماما. بحس التعليق أرتب من التصفيط، يعني سواء فساتين أشياء بتحتاج طويلة هيك بحب أعلقها. أسهل إلي لما أختار إلهن شو يلبسن، أسهل إلي. شاهين فات بالخزانة. شاهين فزت بالخزانة يا ماما. ليش؟ طبعا يا خواتي بتعرفين انه احنا بلشنا بالعشر الاوائل من ذي الحجة، ما تتركي العشر الاوائل تمشي وتمضي من دون ما نحكي هاي الادعية يوميا. دعاء الرزق: ربي اني لما انزلت الي من خير فقير، اللهم ارزقني رزقا حلالا طيبا مباركا فيه. طبعا هذا الدعاء دعا فيه سيدنا موسى فأواه الله وزوجه ورزقه من واسع فضله. واللهم يا رب اجعل خير عمري آخره وخير عملي خواتمه وخير أيامي يوم ألقاك فيه. طبعا هذا الدعاء بيجمع بين حسن الخاتمة وبركة العمر والعمل. هون يا خواتي بنص الشغل أخذت بريك صغير ورحت عملت إلي فنجان إسبريسو. شوفين كيف الغرفة يا خواتي فوضى أواعي. هذا حالي كل سنة، يعني حال الأمهات بشكل عام، يعني وكل سنة ويلها الأم تطلع أواعيها ولا أواعي أولادها ولا أواعي جوزها، فالله المستعان. إلين شو بتعملي؟ يا دين بنرتب أواعي، أحطها بالكيس عشان ناس نعطيه للناس الأواعي. والله يا خواتي مكسبي الحقيقي من هالتنظيف والتعزيل إنه لما نربي ولادنا وبناتنا على إنه الخزانة مش بس إلنا، وإنه الرزق اللي زاد عنا هو حق لناس تانية محتاجة. إحنا بنكون هون بنزرع فيهم طاقة العطاء، بنعلمهم المسؤولية. وهدول الأواعي طلعتهم بس من الخزانة، لسه في تحت التخت إن شاء الله كمان بدي أطلعهم وأوزعهم الأشياء اللي أنا ما بدي إياها. اللهم أني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اصلحني كما أصلحت الصالحين من قبلي، واللهم اصرف عني كل عزيز خبيث. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. طبعا هذا دعاء جامع لخير الدنيا والآخرة.
وما تنسي يا أختي إنه الصدقة هي مفتاح الرزق. يعني في أثر ديني بيحكي استنزلوا الرزق بالصدقة. يعني لما بتطلعي اللي عندك للمحتاجين أنت ما بنقص إشي من بيتك، أنت قاعدة بتوسعي لمكان يكون في رزق جديد يدخل عليكي. وفي حكمة كمان بتقول لو علمتم كيف يدبر الله أموركم لذابت قلوبكم من محبته. فاللهم لك الحمد دائما وأبدا. يلا يا إلين انجزي. قاعد ماما. يلا مش سامعك غير الحكي حكي حكي حكي. فيش إنجاز بالإيد، دي إنجاز بالإيد. يلا بتعرفي تصفطي؟ شوفوا ما أشطرها. يلا شوف كيف بتصفطي يا إلين. هاي لمين؟ هاي إليك؟ أنت صغيرة صح؟ يلا صفطيها. أنا عمري 3. أنت عمرك 2 لا أصغر حتى كنت تلبسيها. لمين بدنا نعطيهم؟ للمحتاجين صح؟ يلا. واللي يا خواتي هكلانا هم الرزق وتأخر عليها الرزق، تعالي اتأملي معي قول الله سبحانه وتعالى عن الطيور. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. يعني الطير بيطلع من عش الصبح مش عارف وين أكله، بس عنده يقين بالرحمن. فأنت خليكي مثل هالطير، اسعي نظفي رتبي تصدقي واتركي الباقي على كافل الأرزاق. هيك يا خواتي طلعت شوالين تقريبا، إشي شتوي إشي صيفي إن شاء الله. هاد كمان رح أعبيه من أواعي شاهين بإذن الله. تعالوا كمان يا خواتي نتأمل هالآية العظيمة من سورة الملك. قال الله سبحانه وتعالى أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن. طبعا هاي الآية خواتي بتدعينا للتأمل كيف ربنا بيحفظ الطيور في الهواء. يعني لما تكون فاتحة جناحها هي طايرة، لكن الطير لما يضم جناحه كيف هو رح يوقع على الأرض طبعا، لكن بقدرة الرحمن وربنا مانحها من السقوط رغم إيش ضعفها. نفس ما ربنا حمى هذا الطير بالسماء، ربنا قادر على إنه يحفظ الإنسان ويدبر أمور معيشته، يمنع الضرر عنا. طبعا يا خواتي دائما اتأكدي إنه الرزق مش مرهون بذكاء الإنسان أو بقوته. الرزق هذا هو من عند ربنا مقسم مثل ما بده، عطاء من الله لا زيادة ولا نقصان. كمان ورد بالحديث الشريف عن الرسول عليه الصلاة والسلام لو أنكم توكلون على الله حق توكلكم لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا. يعني كيف الطير اللي بيطلع بطنه فاضي وجوعان وبيروح بطنه مليان، ربنا اللي رزقه. فكمان السعي للرزق هو من أساس عطاء الله، ضروري إنه نسعى. يعني الطيور ما قعدت بأعشاشها وخلص وإجاها الأكل لعندها، لا هي سعت لرزقها، بعدين رجعت في المساء يعني بطنها شبعان. طبعا نفس الإشي يا خواتي لازم نعتمد على الله سبحانه وتعالى مع اليقين التام دائما بكفايته. يعني حتى نأخذ بالأسباب المشروعة وما نركن للعجز، وكمان التوكل بالآخر بالنهاية، يقين بالرزق والتوكل إنه ربنا رح يرزقنا. فالله سبحانه وتعالى هو الرزاق، هو القوي، هو المتين. ما دام العبد بسعى فالله سبحانه وتعالى ما رح يضيعه أبدا. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى برزقنا السكينة، يعني خلص بنهدى، بنعرف إنه ربنا رح يرزقنا. فليش إحنا نحكي للهم وننكد على حالنا وننكد على اللي ببيتنا؟ لا خلص بنضلنا مطمئنين وعارفين إن الله سبحانه وتعالى رح يجي يوم ويفرجها، لكن ما بنعرف متى. من أصبح منكم آمنا في سربه معافى في جسده عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا. فاللي بيملك كل هدول بيوم واحد، يعني عندك يوم انتي صحيحة سالمة من الأمراض، ما فيكي إشي، صحتك ما شاء الله عليها، عندك من الأكل ليومك هذا اللي هو بكون أكل من الرزق الحلال. خلاص كأنك انتي ملكت الدنيا بأسرها، وكأنك انتي ملكتي كل كنوز الدنيا. فليش تحكي لي هم بكرة ربنا هو الرزاق، هو اللي رح مثل ما توكل أمورك اليوم رح يتوكل أمورك بكرة.
فلكل وحدة استنت الرزق وضاقت فيها الحياة، يعني اتأكدي واعلمي إنه خلف هذا الانحباس المؤقت طبعا في حكمة بالغة، في لطف خفي من رب رحيم. طبعا أول شيء يا خواتي لازم نعرف إنه الله سبحانه وتعالى بيأخر عنا الإشي ليصلح حالنا بالأول. يعني لو إجانا الرزق نقدر إحنا نحافظ عليه وما نطغى فيه، لأنه سبحانه وتعالى ربنا بيرزق الواحد على قدر هو شو شايفه بكفيه. يعني أوقات الرزق الزايد الإنسان بيطغى فيه، فربنا عارف إنه أنا لو أعطيته زيادة عن رزقه راح يطغى. ربنا عارف شو هي نفوسنا إذا زادت أو نقصت. وتأكدي كمان إن الرزق ما بياخده حدا غيرك، خلص في أنت رزقة مكتوبة على اسمك راح تجيكي. وسبحان الله يعني ما بيموت إنسان حتى يستوفي رزقه، كمان هو بيجي بالوقت المناسب اللي احنا ما بنشوفه. وأحيانا ربنا بيمنع عنا باب من الرزق احنا كنا نظن إنه فيه الخير، طبعا هو لا، طبعا هو منعه عنا ليحمينا من شر احنا مش شايفينه. فالمنع دايما هو عين العطاء. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا. فاللهم إن كان رزقي في السماء فأنزله، وإن كان في الأرض فأخرجه، وإن كان بعيدا فقربه، وإن كان قريبا فعجله، وإن كان قليلا فكثره، وإن كان كثيرا فبارك لي فيه. إن شاء الله يا رب الله يرزقكم، يرزقنا المال الحلال الطيب المبارك. بس يا أخواتي أهم إشي نتقي الله في السر والعلن، يعني نتجنب خصوصا في هاي الأيام الفضيلة، نتجنب المعاصي والآثام وترك الحرام طبعا لأجل الله، هو بيجلب الرزق الحلال من حيث لا نحتسب. ونحافظ على الصلاة بوقتها، يعني الصلاة هي صلة بيننا وبين ربنا، خاصة صلاة الفجر اللي بتبلش فيها تتوزع الأرزاق. وأكيد يا خواتي الصدقة الدائمة ولو بالقليل، يعني أن نتصدق بنية التوسيع، فالصدقة ما بتنقص بالمال بل إنها بتزيد فيه وبتباركه وبتضاعفه. نشكر الله على النعمة الموجودة حاليا، يعني نركز على صحتنا، على صحة أولادنا، نشكر الله سبحانه وتعالى عليها، ونشكر الله على كمان الأمان اللي احنا موجودين فيه، لقوله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. انتبهوا يا خواتي على المنتج اللي أنا دهنت فيه الأثاث. طبعا هذا المنتج كان من شي هو زي الدهان الأبيض لكن كثير بزبط لأنك تعدلي الأثاث وتدهنيه إذا ما رضي يعني الأوساخ إنها تنشال بالمسح. فهاي طريقة يعني كثير حسيتها إنها ممتازة وريحتني كثير وأعطت جمال للغرفة. وزي ما انتن شايفات هيك كانت النتيجة النهائية للتنظيف والتعزيل بالمساعدة الجماعية طبعا. هون يا خواتي بعد ما خلصنا تعزيل وتنظيف الغرفة وهلكنا تعب، عملت لجوزي هذا العشاء على نظام الدكتور ضياء العوضي الله يرحمه ويحسن إليه. بس الصراحة أنا مش ماشية معه ومترددة كثير، يعني أنا كأم صعب كثير إني أمنع أولادي عن الدجاج وعن البيض والخبز وأخليهم يوقفوا أكلهم الأساسي، وصعب كمان يشوفوني بقلد هذا النظام ويحرموا حالهم بسببي. لا تنسي يا خواتي تغتنمي هاي الأيام 10 ذي الحجة، أحب الأيام إلى الله. خلينا نستغل هالأيام بالعمل الصالح، حتى لو كان تنظيف بيتك بنية إدخال السرور على عيلتك أو صدقة بأي شيء عندك في البيت أنت ممكن تتبرعي فيه. يا رب إذا عجبكم هالفيديو واستفدتوا من طاقة التنظيف أو من الكلمتين اللي طلعوا من القلب، لا تنسوا تدعموني، قناتي بتكبر فيكم وبمحبتكم. اعملوا اشتراك وفعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع صحباتكم حتى تعم الفائدة والتشجيع. إن شاء الله بنلتقي فيكم فيديو جديد. استودعتكم الله الذي لا تضيع عنده الودائع، وكل عام وأنتم بألف خير.